يا سلام على الفخام. ويلا نروح على طريقة تحضيره. هلا عنا اول نوع اللي هو التوت. كتير ناس بحبوا هيدا التوت، طعمته كتير عن جد بتشهي. يا سلام يا سلام. اكيد هلا بدنا نحضر اطيب فنجان قهوة. اوه بنتبهوا ما تنكب. ما بيحلى صباحنا بلا فنجان القهوة. قهوتنا جاهزة. مثل ما بتعرفوا ضروري يضل فيها الرغوة هيك لأنه غرام قلبي. هلا أكيد بدنا نسكب فنجان قهوة. ويسعد لي صباحكم يا احلى واغلى متابعين. طمنوني عنكم وعن اخباركم، ان شاء الله تكونوا بالف الف خير. انتوا عم بتتابعوا ام الياس، فيديو جديد ونهار جديد من يومياتي. بتشكركم من كل قلبي ومثل العاده على كل التعليقات الحلوه اللي بتقدموا لي اياها. هيدا شرف وفخر كتير كبير يكون لي اخوه مثل حضرتكم بيتابعوني وبيحضروا وبينبسطوا كل شي بقدم لكم اياه. انتوا احلى واغلى متابعين. فاليوم حبيت اشرب فنجان قهوه انا وياكم. ما في اطيب من القهوه بكير الصبح يا جماعه. وشو رايكم اي حدا عنده سؤال، اذا بتحبوا نصور فيديو اسئله يكون ففيكم تسالوا اللي بدكم يا ام الياس، جاهزه تجاوبكم على كل اسئلتكم. اهلا وسهلا فيكم مثل العاده. فاليوم الفيديو حيكون حلو بحلو، حلو متواصل من اول نهار لاخر. اليوم عندي طلبيه حلو تشيز كيك رح اشاركها معكم. وطبعا بعد التشيز كيك رح نحضر الخطوه الثانيه اللي هي اليوم عبالي كتير بهيك طقس بارد وشتوي وعاصف، وهيدي اجواء الشتويه كلياتها بدها اشياء حلوه وطيبه وتدفي.
بنفس الوقت بتغذي الولاد. فاليوم بدي احضر اطيب رز بحليب كمان، والحليبات من عند الوالده ام موسى الله يطول لي بعمرها ويخلي لكم امهاتكم جميعا. فمثل ما قلت لكم اليوم حلو بحلو، فيديو متواصل كل الوقت، فان شاء الله بتنبسطوا معي بهالفيديو الحلو. وشكرا كتير لكم على دعمكم بمشروعي الجديد، وكل حدا بارك لي، يعني انا بفتخر فيكم كتير كتير، وعندي اخوه مثلكم دايما بيدعموني بكل شيء بكل خطواتي. الله يبارك فيكم جميعا. والله احلى متابعين بتكبروا القلب صدقوني. يعني لما بصور لكم فيديو هيك وبعطي من قلبي كتير بكون مبسوطه، ولما انتم بتحبوا هالافكار وعم توصلكم بكل مصداقيه، فهيدا كتير بيعجبني وبيعطيني دافع تصور فيديو تاني، رغم انه اللايكات عم بيكونوا كتير قليل، لانه والله ما خسرانين شيء. هيدا اللايك ماشي فيني وبلاني، بس بحطه ما اكتر تيزيد القناة تنشهر اكتر ويعرضها اليوتيوب اكتر. وكل نساء انه ما تخيبوني ابدا. هلا بدنا نفوت على المطبخ نكمل بطلبية اليوم، اطيب تشيز كيك على انواعه من تحت ايد ام الياس. اليوم باحجام مختلفة وعلبة كبيرة طبعا طلبية. وفي عندي لكل المناسبات مثل ما قلت لكم، عندي لعيد الميلاد، للبيرث داي، لاي شيء اي شيء، للبرايد، لكل شيء، لافتتاحية، شو ما كان بعملكم. فاليوم هيدي الطلبية ححضرها بعلبة كبيرة، وهلا حبلش بتحضيرها قدامكم بعد ما بنشرب هالطيب فنجان قهوة. تسمعوا صوت الديك. وهيدول العلب محضرتن اليوم من شان الطلبية اللي قلت لكم عنها. هون انا من قبل بيوم حضرت البسكويت وجهزته، شايفين ضروري يبقى بالبراد كذا ساعة. شفتوا؟ يا سلام. طبعا بتعرفوا هيدا البسكويت كيف بينعمل. وهيدي الكريمة شوفوا اسم الله. تبارك الرحمن. الكريمة كتير بتشهي وكتير طيبة. نشتغل فيها. خليتهم ليلة كاملة للبسكويت بالبراد مشان ينشفوا يتشربوا منيح كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا كرمال الكفوف يا جماعة لازم نلبس كفوف اكيد، بس انا ضد انه فكرة الواحد يلبس كف، لانه ليش نحن كتير بنتناضف. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ ولا اسهل من هيك. وهلا عنا اول نوع اللي هو التوت. كتير ناس بحبوا هيدا التوت، طعمته كتير عن جد بتشهي. يا سلام يا سلام.
شفتوا اسم الله شي فخامة. انتوا هيك مثلي اكتبوا لي بالتعليقات بتنبسطوا لما تكونوا هيك عم تشتغلوا اي طلبية عندكم اياها. صدقوني كتير بكون مبسوطة، والاحلى انه عم بشتغلها من كل قلبي وبكل حب. يا هيك بيكون الشغل يا اما بلا. شي فخامة. وهلا بلشنا بالفريز، خلصنا من التوت. يا سلام سلم. البيستاشيو اكيد مثل ما شايفين، كمان بدنا نزين فوق. هيدا التشيز كيك مثل ما قلت لكم جاهز وللطلب باي وقت لكل المناسبات، واكيد بكل الاحجام وكل الاسعار موجوده عند ام الياس. طبعا هلا في الطلبيات هيدي قسم منها بيروح على السوبر ماركت، وقسم منها بينطلب على البيوت، فمثل ما شفتوا. ودليفري اكيد موجود على كل المناطق باي وقت بدكم. ومثل ما قلت لكم موجود عندي لكل المناسبات، الميلاد، كل شيء، البرايد، اي شيء عندكم يا افتتاحيه شو ما كان، ام الياس موجوده معكم تتحضر لكم هيك اشياء. شوفوا كيف بنعملها، وخلصت قصتنا، ولا اسهل وابسط من هيك. بس شفتوا كيف سهل تحطوا لي عليه. ويا سلام بالفعل شي فاخر، بس فاخر فخامه. شفتوا هيك بده يكون الشغل توب توب، يعني توب. هلا بدنا نزين بالبيستاشيو كمان. شايفين العلب قد ايه مرتبين مع اصوله يا اما بلا. دايما ام الياس مميزه حالها بكل شيء، الحمد لله يا جماعه. كتير ومرتبه كتير اكيد. الزبون دايما عند ام الياس بيتدلل وبيتدلع، وكله من افخم ما يكون وارتب ما يكون. دايما التمييز عند ام الياس. هلا بدنا نحط اللوجو عليهم على الغطا. حلوين، بدنا هيك حلو بشهي ولذيذ. ويا سلام، ما عليكم الا تحكوا ام الياس، تتواصلوا معها وبيكونوا جاهزين دغري لعيونكم. شفتوا كيف؟ يا سلام سلمى. هلا هيك لو راحت مشوار قد ما كان بعيد خلاص ما بقى يهمه. حتى الزبون اللي بده يشتري من السوبر ماركت ويضبوا له اياها بكيس كمان هيك بدها تكون مضمونه ما بقى تفتح. شغل ذهب واحلى من الذهب، بس من عند ام الياس. دايما مميزات لكم كل شيء، وافضل النوعيات وافضل الماركات واجود البضاعه بقلبها.
ذهب ذهب. كل اللي عليكم تحجزوا وتطلبوا باي وقت بدكم اياه من عند ام الياس، واي طعمه انتم بتحبوها وعلى ذوقكم، وشغل ذهب ومرتب وعلى اصوله اهم. تبارك الرحمن، ما شاء الله، خلق فأبدع فأذهل العيون. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات عن هيك شيء مرتب وفخامة وأناقة وترتيب. في أكتر من هيك وأجمل من هيك شيء بيشهي. أجواء الشتوية الله يجيرنا من حرة، كلها هيك دفى. هلا هم مثل ما شفتوا أنا ناقعة كبايتين من الرز لسطل من الحليب. لكل نص سطل الحليب بتحطوا له كباية رز. فهلا هيك بنمرتهم بإيدنا قبل ما نحطهم على الغاز أو على الصوبيا مشان نعمله. شفتوا كيف لما هيك بتعملوهم بيتكسر الرز معكم على الآخر؟ شايفين كيف؟ نقعوهم شي 10 دقايق ربع ساعة وشوفوا كيف بيصير الرز مطحون لوحده بدون شي. كيف بتغسلوهم زوم او 2 بس، بتخلوا النشا اللي فيهم ما بدنا نتخلص منه. على الصوبيا هلا وخليهم، ومثل ما شفتوا هيك بتضلوا بتكسروا بالرز قد ما فيكم. وهلا متابعيني الغاليين على قلبي، انت خلصنا من التشيز كيك، حننتقل على شيء تاني. مثل ما قلت لكم اليوم الفيديو حلو بحلو، فعبالي اليوم نحضر اطيب رز بحليب، فخامه وبطعمه ولا اطيب، والحليبات من ايد الست ام موسى فحيكونوا شيء ذهب ذهب. وهون انا عم بسلق الرز مثل ما قلت لكم، يعني الرزات تنهنوا بعد ما حطيتهم ينسلقوا. بس تنقعوا الرز وتمرتوه على ايدكم بيطلع بشهي. وشو رايكم؟ شايفين كيف صار الرز مطحون على الاخير؟ هيك انا بدي هلا بدي اضيف فوقهم دغري الحليب. وهيدا الحليب، في الحليب دغري. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وما شاء الله وتبارك الرحمن. طقسنا اليوم متقلب وبارد كتير كتير كتير. وهلا متابعيني الحلوين مثل ما شفتوا هون الرز بحليب عم ياخد حقه الكامل. حطيتهم على الصوبيا ما عاد فيني طول بالي لانهم مطولين، فقلت بخليهم على الغاز اسرع يعني. فهلا بدي احط لهم هيدي زهرة العطر، مين ما بيعرفها كتير بتعطي طعمة طيبة بقلب الرز بحليب. فهلا شفتوا كيف حطيتها؟ شوفوا اسم الله، شفتوا ما احلى. هلا هون مثل ما شفتوا انا حطيت حليب بقر كامل الدسم. فيكن انتم تحطوا حليب بودره اذا مش متوفر عندكم حليب البقر الفريش يعني. كمان بحليب البودره بيطلع الرز بحليب كتير طيب وكتير بيشهي. بس الفرق بين الحليب الكامل الدسم وحليب البودره انه هيدا اطيب والذ منه. كمان بيصير فيه رز بحليب مثل ما قلت لكم وبيطلع بشهي القلب. انا عملته كمان البودره من قبل، هلا مجربه بحليب البودره يعني نفس الطعم ما بتفرق، بس هون بيكون ادسم واطيب مثل ما قلت لكم. وكمان الرز بحليب جاهز للطلب، اي حدا بحب كمان بنعمل لكم رز بحليب باطيب النكهات واروع جوده وافخم طعم. فهلا هم مثل ما شفتوا كمان في عنا طلبيه رز بحليب اليوم، وشي فخامه وشي طيب.
فهلا مثل ما شفتوا انا هون لتر من المي. الحليب البقر لما بيكون تقيل بتحطوا له شويه مي، ما بتكتروا. اذا كترتوا وما بيقعد يخلصوا بيطلع معكم الرز بحليب مش طيب ابدا. فهلا بنخليهم يغلوا منيح منيح. اخر شي بنضيف سكر ومي زهر ومي ورد. هلا ما بتحطوا شي ابدا ابدا، القريب يخلصوا ويصيروا جاهزين بنضيف لهم اللي عملكن عليه فيه. الرز بحليب يا جماعة بده وقت كتير على الغاز او على النار، بدهم تقريبا شي 3-4 ساعات ورا بعضهم متتاليين لحتى يصيروا تمام. اهم شي تضلوا عم تحركوا بالرز بحليب منشان الحليب ما يفور ويكب يعبي لكم الدنيا. متابعيني الغاليين، على قلبي السكر حسب الرغبه. هلا بدنا نضيفه بس نعرف عقد معنا الحليب بنضيف السكر. مثل ما قلت لكم السكر حسب الرغبه، ناس بيحبوا ظاهر، ناس بيحبوا ظاهر زياده، ناس بيحبوا يكون قليل، ناس بيحبوا دلع. فهلا بنشوف. انا بحبه يكون وسط مثل العادي. صرتوا تعرفوني خير الامور اوسطها. بعد بدنا سكر يعني بنضيفهم كلياتهم. بتعرفوا عنا اخر مكونين اللي هن القصه كلها بالرز بحليب، واكيد ما بيطلع طيب الرز بحليب بلاهم، اللي هو الرز اللي هو ميه الزهر والورد. فهلا حناخد ميه زهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا ناخد كميه منيحه. اذا كانت اصليه ما بدكم بتحطوا شوي. تقريبا انا حطيت فنجان شاي مثل ما شفتوا من ميه الزهر، لانه عندي الزهر كتير اصلي ما شاء الله، يعني ريحتها دغري بتعبي المحل. وهلا بدنا ناخد الورد كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كمان تقريبا فنجان شاي. لحتى زبوناتي الحلوين هن وعم ياكلوا رز بحليب يدعوا لها لقمه الياس وينبسطوا بهاللقمه اللي كتير طيبه اللي طالعه من جوات القلب لكم يا احلى متابعين. ولكل حدا بيحب يتواصل معنا كرمال الرز بحليب اكيد موجود. الرز بحليب صار جاهز وللسكب. شوفوا اسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد العلبه كريستال يعني ما بيهمها شيء ابدا. بسم الله وما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هلا أكيد بدنا ندلع وندلل الرز بحليب بجوز الهند، الزبيب، وطبعا هالجوز البلدي اللي بشهي القلب. اليوم معنا جوز الهند ومعنا جوز بنفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام سلم بالفخامة. شو رأيكم؟ يا سلام، شي فاخر من الآخر، أطيب وأروع وألذ رز بحليب، شي فخامة وكتير طيب. كتير يا أحلى متابعين، بتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم وانبسطتوا فيه. وإذا عجبكم وحضرتوا للآخر ما تنسوا اللايك، الشير، السبسكرايب وتعليقاتكم الحلوين مثلكم.
وعلى قد ما بستاهل حطوا لي اللايكات والتعليقات. الله يبارك فيكم جميعا، واكيد انتم ما بتقصروا معي، دايما محبين وداعمين لإلي. على راسي والله، وتحياتي القلبيه لكم جميعا. وانتظروني بفيديو جديد اذا الله راد. بحبكم كثير احلى متابعين. اطيب واروع رز بحليب من ايد ام الياس. ما تنسونا من اللايكات، وبنشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.